ليه في دول عربية مش بتتكلم عربي فصحى؟ السبب اللي محدش متوقعه. الجزء الثاني، ازاي اللغة العربية الفصحى فضلت عايشة لحد النهاردة رغم ان اغلب العرب ما بقوش يتكلموا بيها. اللي حافظ على اللغة دي بشكل اساسي هو القرآن الكريم. وجوده خلى اللغة دي تبقى ثابتة ومقدسة، محدش قدر يغيرها او يمحيها. غير كده المدارس والاعلام بيخلوك دايما تسمع الفصحى حتى لو مش بتتكلم بيها يوميا. طيب ليه العامية سيطرت على حياتنا اليومية رغم ده كله؟ قبل ما جاوبك اضغط لايك واشترك في القناة لتستمتع بقصصنا في نص الليل. السر إن اللهجات أسهل وأسرع للتواصل، وكل بلد اندمج فيها جزء من تاريخه وثقافته. المصري خد كلمات من الإنجليز، المغربي من الفرنسيين، والخليجي من الفرس والهنود، وهكذا. وده السبب اللي خلى الشارع كله عامية، والفصحى محفوظة للدين والتعليم والإعلام. اكتبوا في الكومنتات لو عايزين نكمل السلسلة دي من الفيديوهات، وقولوا لهجتكم ايه وأي أصعب كلمة فيها.